السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. مرحبا بكم أيضا على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وضمن سلسلة حلويات العيد، الحلوى الثانية اللي غنحضر معكم غريبة ديال السميدة والكوك، اللي كتجي لذيذة ومشققة وناجحة ومعلكة. كتجي بحال شكل ديك الغريبة الملوزة، كتجي زوينة بزاف ورائعة وما كتجيش ناشفة نهائيا. في هذا الفيديو غتشوفوا معايا جميع التفاصيل والاسرار باش غتنجح معكم هذه الغريبه. بالنسبه للطهي ديالها في الفرن الغاز وفي الفرن الكهربائي، وحتى العجين ديالها كيفاش خاصو يكونوا، المقادير خاصهم يكونوا مضبوطين. بالنسبه للمقادير كنحتاج الاول حاجه اللي هو الكوك. بالنسبه للكوك خاصو يكون نوعيه جيده، يكون ميدم. ملي تمشيو عند الناس اللي تيبيعوا لوازم الحلويات كتاكدوا عليهم ان الكوك يكون ميدم نوعيه جيده. كنحتاج 250 غرام او رابعه ديال الكوك او الجوز الهند. بالنسبه للسميد، السميده خاصها تكون رقيقه ماشي غليظه وماشي الفينو. كنحتاج 250 غرام، يعني بالنسبه للعبار قد الكوك قد السميده، يعني نفس العبار 250 غرام 250 غرام. ضروري خاصكم تضبطوا المقادير ويكونوا معبورين باش تنجح معكم ان شاء الله وتجيكم مزيانه. بالنسبه للزيت النباتي كناخذ كاس الا ربع او كاس الا ربع، ما يعادل 100 ملي. وبالنسبه للسكر خشن كنحتاج الكاس الا ربع، ما عامرش بزاف لانني غنفندها في السكر كلاصي باش ما تجينيش حلوه بزاف وحتى الحلاوه كتجي متوازنه. وربعه ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه. وكنحتاج واحد جوج ديال الملاعق كبيره ممتلئه ديال مبشور البرتقال. تقدروا ديروا الحامض، انا صراحه كتعجبني من مذاق البرتقال. تقدروا ديروا الحامض، ليكم الاختيار، يعني على حسب نتوما كيفاش كتبغيو النسمه ديالها. وخميره كيميائيه من وزن 11 غرام. كيف ما شفتوا معايا ما درتش مربى نهائيا او الكونفيتور، ولكن راه كتجي زوينه بلا بيه، كتجي معلكه ولذيذه. كناخذ الخلاط الكهربائي وكنفرغ فيه زيت نباتي وسكر سنيده ومبشور البرتقال والبيض، 4 ديال البيضات اللي ذكرت معكم في الاول. وغنطحن هاد المكونات. هذا سر من الاسرار باش يخليو الغريبه ديالكم او الحلوى ديال السميده والكوك تجيكم زوينه بزاف. خاص هاد المكونات يطحنوا مزيان ويندمجوا ليا مع بعضياتهم، وحتى داك السكر ما يبقاوش دوك الحبيبات ديالو باينين نهائيا. انا كان سبق ليا وحضرتها معكم نفس الطريقه ونفس المقادير، غير هو الفيديو كان شويه ما واضحش مزيان. المهم قلت نعاودها معكم. من بعد ما طحنت المكونات ديالي ولاو على هذا الشكل، ولا الخليط ابيض يعني كيكون فيه بحال الرهوه هكا صافي، يعني المكونات طحنوا مزيان. غادي نضيف عليه الكوك الكميه اللي ذكرت معكم كلها. كيف ما قلت لكم الكوك قد ما كان نوعيه مزيانه كتنجح معكم الحلوى وكتجي زوينه، كيعطي واحد التعليكه زوينه في الحلوى ديالنا. هنايا كنحاول انني ندمج غير الاصابع ديال اليد ديالي في الاول. غير تبعوا معايا الطريقه اللي غادي نخدم، طريقه سهله وبسيطه وما كنخليهاش تشرب نهائيا وما تنخليش الخليط هكاك مطلوق بزاف. وهنا في هذه المرحله غنبدا نفرغ في السميده. كما تشوفوا معايا ما غنفرغهاش دفعه واحده، فرغت الدفعه، يعني غنقسم على 3 دفعات. فرغت الدفعه الاولى وانايا كنخلط بهذه الطريقه وكنحاول انني نشوف واش شربات. كنحاول نفرغ الدفعه الثانيه وغادي نحاول ندلكها، غادي ندلكوها. هذا هو السر باش غتجيكم معلكه، وداك الكوك كيطلق ديك الدهنيات ديالو وداك ليدام ديالو كيعطي واحد التعليكه زوينه. بالنسبه للسميده كما تشوفوا معايا انا كنفرغ وكنوريكم شحال بقى ليا، شحال غادي يبقى ليا بالضبط. يعني ما غنديرش 250 غرام كامله. غير دلكوها وما تخافوش، عجنوها مزيان، دلكوها باش تعطيكم هذيك التعليكه وما تخليوهاش مطلوقه. على حسابي وعلى ضمانتي. هذه هي الحلوى او الطريقه اللي كندير من شحال هذه، كتجيني زوينه ومعلكه، ما كنخليهاش مطلوقه نهائيا. شوفوا هنا كيفاش كتبان، هي واحد شويه كتلتصق في اليدين ماشي بزاف، ولكن راها ما مطلوقاش نهائيا. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش داير. شوفوا هنا السميده شحال بقات ليا تقريبا، هزات ليا شي 200 غرام ديال السميده. وكنعاود ناكد عليكم ما تفرغوش السميده دفعه واحده. هنا في هذه المرحله غادي نفرغ الخميره الكيميائيه من وزن 11 غرام. بالنسبه للناس اللي في المغرب يعني الخميره الحمراء او ديك الخميره الاخرى بلا ذكر الاسماء، غادي نديروا 2 ديال الساشيات او 2 ديال الاكياس. هنايا كنحاول انني ندلك العجينه ديالي كيف ما تشوفوا. هذا سر من الاسرار الصراحه. انا هذه هي الطريقه اللي كنتبع من شحال هذه، كتجي معلكه. يعني هذا الدليك هذا كيعطي واحد التعليكه الغريبه ديالنا. كيف ما تشوفوا معايا القوام ديال العجين
كيكون على هذا الشكل، يعني ماشي جاريه بزاف مطلوقه وكنتسناوها حتى كتشرب. يعني تقدروا تخليوها غير واحد 2 دقائق وتخدموا بها يعني في ساعتها، ما تتخليوهاش واحد المده اللي طويله بزاف. كنحاول ما امكن انني نقول لكم جميع الاسرار وجميع التفاصيل باش تنجح معكم هذه الغريبه، وفي نفس الوقت نسهل عليكم بزاف الحوايج باش اللي ما عندهاش الوقت وبغات تخدمها في ساعه هذيك الساعه كتحضر هذيك الساعه، يعني ما كتبقاش تسناها حتى كتشرب ولا. وبالنسبه للمربى الا بغيتو ديروه ماشي مشكل كاضافه، ولكن راه ما كاين حتى شي فرق ما بين ديروه ولا ما ديروش، يعني غتعطيكم نفس النتيجه. الغريبه كتجي هكا مشققه كيف ما شفتوا معايا، ناجحه وكتجي معلكه بلا بيه، ماشي ضروري. واخا تبقى معكم مده طويله راه ما كتقساح ما كتكرم حتى شي حاجه، غير كتغطيو عليها، كديروها في واحد البواطه، العلبه ديالها تكون محكمه مزيان، وكديروا السلوفان من الفوق، يعني ما بين طبقه وطبقه كتفرقوا بالبلاستيك الغذائي او السلوفان صافي، وكتغطيوها وكديروا عليها السلوفان حتى من الفوق كيف ما قلت لكم، وتغطيو عليها مزيان في هذيك البواطه وكتخليوها كتبقى لكم حتى شهر ما تيوقع عليها حتى شي حاجه. هنا خليت العجينه ديالي غطيت عليها واحد المده ديال 5 دقائق فقط، وبديت كنشكل فيها كويرات وكنفندهم في السكر كلاصي. هنايا خدمت معكم بالعرض البطيء باش تشوفوا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو السكر كلاصي زايد، يعني كيكون بالزايد بزاف من الفوق، تقدروا دوزوها المره الاولى حتى كتساليو وكتعاودوا ثاني تخليوها واحد شويه كتبدا تشرب او كتبدا تعرق شويه، وكتعاودوا دوزوها المره الثانيه باش كتشد داك السكر كلاصي مزيان. انا بديت كنكور كويرات اخرى وكنحاول نفندهم في السكر كلاصي. كيف ما قلت لكم حاولوا تفندوا مزيان باش تشد لكم داك السكر كلاصي بالاستعانه بماء الزهر. كيف ما شفتوا معايا انا ما درتش ماء الزهر نهائيا حتى في العجينه، حاولت انني غير ندهن بها هكا ايديا باش ما تلتصقش ليا في ايديا من بعد ما كنبدا نكور فيها او كنبدا نشكل فيها. طريقه واضحه والفيديو شارح نفسه. كيف ما تشوفوا معايا كنهز هكا السكر كلاصي وكنحاول نكور، وكنعاود ثاني نكب واحد الكميه وكنكور حتى 3 المرات كاع حتى كتبان لينا شد فيها داك السكر كلاصي وكنحطها. كيف ما قلت لكم كنحاول ما امكن انني نوصل لكم المعلومه او نوصل لكم جميع الاسرار والحيل اللي يخليو هاد الغريبه تنجح معكم من اول مره الا درتوها ان شاء الله. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله كورت الكويرات وفنتهم في السكر كلاصي مزيان. واحد السر اللي غيخلي الغريبه ديالكم كتجي مفقعه ومشققه وناجحه هي هاد الضغطه ديال الاصبع. غادي نضغط على جميع الكويرات غير واحد الضغطه خفيفه، ما تضغطوش بزاف. لاحظوا معايا ملي كنضغط ديك الضغطه في الوسط كيبانوا دوك التشققات في الجوانب، هذا دليل على ان الغريبه ديالنا غتكون ناجحه ان شاء الله. شوفوا هنا التشققات كيفاش كيبانوا قبل ما تدخل الفرن. بالنسبه للطهي ديالها او الطياب ديالها ضروري الطهي حتى هو كيلعب واحد الدور. الفران اول حاجه خصو يكون سخون مزيان. بالنسبه لي انا غنطيبها في الفرن ديال الغاز، شعلت العافيه من التحت حتى سخن مزيان، وعاود شعلت العافيه من الفوق حتى ثاني سخن ليا مزيان صافي. وغادي نطفي لتحت ونخلي غير الفوق شاعل ونخلي النار شمعه، يعني ما خاصهاش تكون العافيه مجهده باش تشقق لكم على خاطرها وما تشوطش من الفوق ما تخطفش، وحتى داك السكر كلاصي كيبقى زوين وما تيتحرقش لينا. بالنسبه للفرن الكهربائي غادي نسخنوه على درجه حراره 180. الا كان عندكم كيشعل الفوق بوحدو والتحت بوحدو غتشعلوا الفوق والتحت في الاول حتى كيسخن الفران مزيان، وكتحيدوا لتحت وكتخليو غير الفوق وكتنقصوا على درجه حراره 150 وكتخليوها طيب. من بعد ما كتشقق لكم كتشعلوا لتحت على درجه حراره 150 كذلك حتى كتشد غير واحد الشوي صافي وكتخرجوها. بالنسبه لمده الطهي ديالها ما كتجاوزش 5 ديال الدقائق. انا من بعد ما درتها كان الفران ساخن، درتها خليتها 5 دقائق، طليت عليها لقيتها تشققات وتحلات كيف ما تشوفوا معايا بانوا فيها دوك التشققات وعطات داك الشكل ديالها اللي انا بغيت. صافي شعلت عليها لتحت غير واحد المده ديال 2 ديال الدقائق حتى ل3 دقائق، ما تفوتوهاش وخرجوها لان كترجع عليها اللاطه وكتزيد كتشد راسها مزيان. من بعد ما كتبرد راها كتشد راسها مزيان وما كتبقاش رطبه بزاف، حيت الا خليتوها كتقولوا راها رطبه وكتخليوها كتبقى طيب كتزيد كتشرب لكم الفران وكتقساح لكم وما كتجيش ناجحه نهائيا. كيف ما قلت لكم مده الطهي ما بين تشعلوا الفوق وتشعلوا عليها لتحت ما كتجاوزش 7 ديال الدقائق حتى ل 8 دقائق الا كثرتوا عليها صافي، وكتخرجوها وكتخليوها حتى كتبرد، وعاد كتستفوها في العلبه اللي غتخزنوها فيها وتغطيو عليها كيف ما قلت لكم مزيان باحكام باش تبقى لكم مزيانه. انا هنا استفتها في طبق ديال التقديم.
وكيف ما تعود دائما كيف ما كنقول لكم ضروري ما نجرب معكم واحد الوحيده باش تشوفوا لي التعليكه. شوفوا لي التعليكه كيفاش كتبان رائعه جدا، كتجي كما قلت لكم بحال الغريبه الملوزه، كتجي بنينه بنينه بزاف ومعلكه رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، كتجي ناجحه 100%. كيف ما شفتوا معايا عجنتها ودلكتها وما خليتهاش تشربات نهائيا، وما درتش فيها مربى المشمش، ورغم ذلك جات هذيك التعليكه. غير هو كيف ما قلت لكم السر كيبقى في الطياب، وحتى في الكوك خاصو يكون نوعيه جيده. وكيف ما شفتوا معايا في الفيديو حتى الدليك اللي دلكتها كيعطي واحد التعليكه زوينه، كيخلي داك الكوك كيطلق دوك الدهنيات ديالو، وكيزيد كيعلك لينا الغريبه ديالنا. غير جربوا الوصفه ان شاء الله، المقادير مضبوطه وحتى الطريقه وجميع الاسرار اللي ذكرت لكم في الفيديو، وغتنجح معكم من اول مره. صراحه حتى هاد الحلوه ما كتخطانيش في طبله العيد، لان مقاديرها بساطين وغير مكلفه وما فيهاش تماره بزاف كيف ما شفتوا معايا، وكتعطي واحد الكميه اللي هي لا باس بها. هنايا بالنسبه لهاد المقادير عطاوني 41 حبه، الى ضاعفتوا الكميه غتعطيكم اكثر. ولأول مرة كيزور القناة ديالي يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش دائما يبقى يوصلوا كل جديد. وصلت معكم لاخر فيديو، كنشكركم بزاف على المتابعه، ولا عجبكم الفيديو حاولوا تدعموني بلايكات ديالكم باش ان شاء الله تحفزوني انني نحط لكم دائما الجديد. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء والى فيديو اخر باذن الله.